أسى ووجع وألم لسه بيدمروا فينا واحنا مش حاسين، فبتقعد تمرمط فيه وتهينه. اللي بيحب حد بيستحمل عشانه أي حاجة. امشي وابدأ بداية جديدة، ما تكملش. في حد ممكن يسمعني؟ من ضمن الرسائل اللي جاتلي رسالة بتقول: أنا عارف إن صعب تشوفي المسج بتاعتي أو تردي عليها، بس لو تقدري تردي أو رديتي هكون حابب أتكلم معاكي في حاجة. معلش، أنا شفت الفيديوهات بتاعتك على التيك توك فاتشديت بصراحة إني أدخل أبعتلك المسج دي. بيقول فيها الرسالة: هو ليه لما الناس بتضمن وجود الشخص بتبقى واثقة إن هو موجود ومش هيمشي، فبتقعد تمرمط فيه وتهينه؟ ليه بجد؟ الرسالة دي مش أول رسالة تجيلي عن إن في ناس كتيرة قوي لسه قاعدة منتظرة ناس كانت في حياتها مجرد ملخص حياتها معاهم أسى ووجع وألم. كتير منهم بيقولولي إحنا قاعدين منتظرين ومش قادرين نعيش الحياة من غيرهم، وإن إحنا قدمنا لهم كتير قوي وضحينا عشانهم وهم ما قدروش. عارفين المشكلة في إيه؟ المشكلة مش إن إحنا اتوجعنا من الناس دي أو أثروا فينا. المشكلة اللي تأثيرهم لسه مكمل معانا، لسه بيدمروا فينا وإحنا مش حاسين. الناس دي ما بتمشيش فالموضوع بيتقفل ويخلص، انت طول الوقت بتفضل عايش على الأسى والألم بتاعهم. فرسالتي ليك النهاردة: لو انت اتوجعت وما تقدرتش في أي علاقة، امشي وسيبها، ما تكملش. اللي بيحب حد بيستحمل عشانه أي حاجة وبيضحي عشانه بأي حاجة. أول ما الشخص اللي قدامك يقولك أنا مش قادر أكمل، تعرف إن انت مالكش رصيد عنده. خلاص، هو خد القرار إن هو يمشي ويسيبك. ما ينفعش تقعد مكمل على ذكرى وعلى أحداث بتفتكرها كل يوم من الألم والتعب، وحاسس إن انت مظلوم ومقهور. امشي وابدأ بداية جديدة. ما تقعدش تفتكر كل لحظة انت اتكسرت فيها واتوجعت فيها. يمكن ربنا بعتلك التجربة دي في حياتك عشان تبقى شخص أقوى، مش عشان عايزك طول الوقت قاعد مكسور ومش قادر تكمل أو تبدأ في علاقة جديدة. مفيش حد مننا في حياته ممرش بعلاقات كتيرة فشلت، بس المهم إن هو يخرج من العلاقات دي كلها قادر يكون شخصية تانية خالص غير اللي كان بيقدمها زمان، قادر يتخلص من عيوبه اللي هي كانت سبب في إن الناس اللي قدامنا ما قدرتش ومشيت وسابتنا. مش عيب إن احنا نتغير، العيب إن احنا نفضل مكملين في نفس الغلط اللي نديه اللي قدامنا واحنا حاسين إن اللي قدامنا ده طبيعي ياخد مننا الحاجات دي وإن ده حق مكتسب ليه. امشوا وابدأوا حياة جديدة مع ناس جديدة تقدركم وتعرف قيمتكم وتحسوا فيها بنفسكم. امتى تعرف ان العلاقة اللي انت فيها دي علاقة ناجحة؟ لما تتطور وتحس ان انت بكرة احسن من امبارح، وتحس ان انت ثقتك في نفسك كبرت مقلتش، وتحس ان انت عندك بدايات جديدة ما كانتش عندك قبل كده. كل الحاجات دي مؤشر حلو جدا ومؤشر كبير قوي ان انت في علاقة صح. لو لقيت العلاقة أو لقيتي علاقتك باللي قدامك بتقلل منك أو بتقلل ثقتك في نفسك، أو ما خلتكش في يوم تحس إن أنت راضي عن نفسك، امشي وسيب العلاقة دي، ما تكملش. أي حد محتاج يمشي من علاقة مؤذية في حياته أو علاقة سامة وخايف الشخص التاني يقول عليه بياع، يبقى هو اللي مش عايز يمشي، يبقى هو اللي مبسوط وحاسس إن اللي بيحصل فيه ده طبيعي وعادي وهو راضي باللي بيحصل فيه. الناس اللي بتمشي وخدت قرار ان هي تمشي وتسيب العلاقة السامة دي بيبقوا قدموا تنازلات كتيرة قوي انت ما تعرفش عنها حاجة، بيبقوا ضحوا كتير قوي وحاسين ان هم خلاص ما بقاش عندهم حاجة يدوها تاني، فلازم يمشوا ويبدأوا بداية صح مع ناس صح. في ناس في حياتنا بتحس ان احنا هنفضل موجودين واحنا طيبين وهنفضل نديهم وحقهم ان هم ياخدوا مننا اللي هم عايزينه. فجأة لما بنتغير ونمشي ونسيبهم بيشوفونا أشخاص وحشين قوي. ايه ده؟ هو ليه اتغير؟ ايه ده؟ هو ما كانش كده، هو ليه بيعمل كده؟ أوقات كتير بنبقى ضامنين ناس حوالينا وحاسين ان هم دايما هيبقوا موجودين مهما عملنا لهم، مهما مشينا وسبناهم هنرجع تاني هنلاقيهم قاعدين في مكانهم مستنييننا،
مهما وجعناهم هم هيمسحوا الوجع ده ويرجعوا يكلمونا عادي. مهما غلطنا فيهم وشوفنا غيرهم ورجعنا نقول لهم احنا اسفين غلطنا مش هنعمل كده تاني ونرجع تاني، فهما موجودين. مش طول الوقت الاشخاص دي مضمونة ان هي تكمل معانا وان هي تفضل موجودة. اوقات رصيدك بيخلص عندهم في لحظة من غير ما تحس، من كتر ما انت عمالي تدوس على كل حاجة بيدوها لك وانت مش حاسس بيها. مش كل ست قابلة جوزها الحاجات اللي بيعملها فيها جوزها وقادرة تضحي عشان خاطر ولادها هي هتفضل مكملة كتير. ومش كل راجل بيتظلم وحاسس ان هو مش بياخد حقوقه هيفضل مكمل. ومش كل طفل هيبقى مستني من ابوه او امه حنان او مستني منهم حاجات معينة هياخدها بيفضل مستنيها. احنا اوقات بنتحول، بيجي علينا وقت بنبقى حاسين ان احنا خلاص مش عايزين من الاشخاص دي حاجة. وحتى لو ادونا كتير قوي احنا مش محتاجين خلاص. عدى الوقت فيه اللي احنا كنا مستنيين منهم كلمة حلوة، مستنيين منهم طبطبة، مستنيين منهم حتى يحسوا بوجودنا، مش عايزين اكتر من كده. فوقت ما الناس دي تمشي ما تسألهمش انت مشيت ليه، اوعى تسألهم انتوا مشيتوا ليه، عشان هم اكيد وقفوا مستنيينك كتير قوي عشان تديهم الحاجات دي كلها ملقوهاش. فياريت اي حد حواليه شخص بيحبه وضامن وجوده يخلي باله قوي ويحافظ عليه ويديله قد ما هو بياخد منه، عشان فجأة ممكن يصحى ما يلاقيش الشخص ده جنبه تاني.